اوريكم حاجه. ده شباك اليو سي اللي هو الاكسسوار بتاعه التركي، حاجه كويسه جدا. انا هوريكم بقى حاجه الاكسسوار بتاعه اللي بيحصل فيه على الوقت وعلى الاستخدام. تعالى كده معاك، بصوا المفصله اشرت ازاي والايه واملاح عليها اهي اللي انتوا شايفين. وبص اهي، بصوا شايفين، بص ارفع فوق، ارفع فوق، بص 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 القشره، القشره بتاعت اللون شايفين. وده تركي، بص نفس الكلام. قرب هنا كده، بص اهو. نرجع ورا كده عشان نشوف الهدوم المفصلة. طيب تعالوا بقى نوريكم حاجة تانية. بص كده، تركي واخدين بالكم. بص بص مكسورة من هنا، ده تركي. بصوا بص الحركة، الحركة فيها زرجانة ازاي. بصوا شايفين الحركة فيها زرجانة ازاي. تعالى تعالى، بص بص تعالى. هو في ايه؟ في الاكسسوار بتاع الفضة. تعالى الناحية التانية، تعالى الناحية التانية. عاوز تظبطهولي ولا ايه؟ انا بس نشوف اللي فيه. شايفين؟ صدى اهي، صدى تيجي تحرك بيزرجم في الحركة. دلوقتي بيزرجم في الحركة. رجع كده اهو. الدراع بتاعه صاج متلون صدى واللون بتاعه قشر، وشكرا على كده. بقى البيس التركي شايفين بيقفل بصعوبة ازاي؟ انا لازم اعمل ايه؟ يقفل بصعوبة. تعالى بص اهو، صدى ده اليو في سي التركي. عشان احنا بنقول ان ده ما ينفعش في مصر، محدش يصدقنا. معلش انا اسف نطول عليكم، بس حبينا نوريكم حقيقه اليو في سي التركي، عشان انا بنصح الناس محدش ينفذه في مصر لانه مش عامل اطلاقا. شكرا.